ميناء الداخل الأطلسي بوابة المغرب نحو المستقبل. يعتبر مشروع ميناء الداخل الأطلسي من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية وربط المغرب بمحيطه الإفريقي والأطلسي. يقع هذا الميناء على بعد 40 كيلومتر شمال مدينة الداخلة في منطقة العركوب، ويرتقب أن يتحول إلى قطب لوجستي وتجاري مهم سيتضمن على 3 مناطق رئيسية: حوض تجاري مجهز بأرصفة عميقة ومرافق لوجستية حديثة، وحوض ثاني مخصص للصيد البحري لدعم الصناعات البحرية، وحوض ثالث لإصلاح السفن وصيانتها. لا تقتصر أهداف المشروع على البعد الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص شغل جديدة وتشجيع الاستقرار السكاني في جهة الدخلة والذهب، كما يعزز مكانة المغرب كجسر للتواصل التجاري بين أوروبا، إفريقيا وأمريكا اللاتينية. من المتوقع أن تنتهي أشغال بناء ميناء الداخل الأطلسي بشكل كامل بحلول سنة 2028 وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع، وقد بلغت نسبة التقدم الأشغال حتى ماي 2025 حوالي 36%، مما يعكس التزاما قويا بتنفيذ المشروع في أجاله المحددة.